يقول عبد الظاهر وتريكا أعلنوا تحديهم لإرادة الشعب ومعاقبتهم أمر ضروري. طبعا كان اللي أكد أن قيام كل من اللاعب أحمد عبد الظاهر واللاعب محمد أبو تريكا من هم طبعا اللي أكد الكلام ده الإعلامي محمود سعد، قاموا برفع إشارة ربع العدوية داخل ملاعب كرة القدم. وده طبعا ما ينفعش ان احنا نعتبر ده كوجهة نظر، وبالتالي انه يبقى بشكل عام وبشكل شمولي ويبقى تعاطف مع تيار الاخوان الفاشي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في لاعب من حوالي شهر كده خد ميداليه ذهبيه في اتحاد الكونغ فو، ورفع برضه شعار رابعه ورفع الميداليه. السؤال اللي انا عايز اساله للاخ طاهر ابو زيد وزير الرياضه، ما الاجراء الذي تم اتخاذه مع هذا اللاعب؟ اذا كان في ردع تم مع اللاعب ده، ما كانش ابو تريكه وعبد الظاهر قاموا بما قاموا به في مباراه نهائي كاس افريقيا. فانا عايز اقول هنا ان احنا نفعل القانون، ما نخافش. يعني انا عايز اسال سؤال كده يعني برضو للساده المشاهدين. المساواه في الظلم عدل يعني؟ لا، نطبق القانون. اذا اخطا لاعب في قوانين وفي لوائح، واتدارك الموقف واتعامل مع اللحظه الراهنه. ما استناش. ما بالك بقى ان اللي بينتمي لحزب الوفد لما يروح لبطوله دوليه يرفع حزب الوفد، وبعدين التجمع، وبعدين الاحرار، ما بقيناش دوله. نعم. فهي مش فكره عبد الظاهر وابو تريكه كاشخاص، احنا بنتكلم في سيستم او في منظومه رياضيه. مساواه في يعني في العقوبه وفي سياده القانون بالظبط كده. واللائحه المفترض ان هي تتنفذ أستاذ عبير، عليها. لا ترفع اي رايه في اي محفل دولي غير هي علم الدوله. نعم. اي حد يرفع رايه بشكل انه بيعزز موقف سياسي لاي تيار او اي فصيل، ايا كان هذا التيار او هذا الفصيل، فهذا خطا فادح يجب على المسؤولين ان يتداركوه، وان هم فعلا يعني يطبقوا او يعملوا. لو ما كانش في لائحه بتضبط هذه الامور، يعملوا لائحه وينفذوها. نعم.